بعد فضيحة الإمارات والمساعدة في الحرب على إبادة السودانيين، بلش يطلع هناك أصوات ودعوات لمقاطعة الإمارات بعدم زيارتها وعدم شراء منتجاتها وكثير أمور. الأصوات للأمانة يعني ضربت بالسوشيال ميديا وعلى صعيد العالم، فما بعرف لوين ممكن توصل. اسمعوا. حبيبي don't come to Dubai. boycott. لا تزر الإمارات، لا تحجز طيرانها، ولا تشتري منتجاتها. حملة مقاطعة عالمية للإمارات بعد تمويلها عمليات القتل والتصفية الجماعية في السودان. So we're all boycotting the UAE, and here's why. UAE is funding and arming genocide in Sudan so they can steal the country's resources. Specifically, it's gold. Now, I don't personally know anybody who has enough money to go to the UAE, but if I did, I would say don't. Pressure on the UAE. We need to put pressure on our governments to cut ties with the UAE. So let's all stand together and boycott the UAE. ميليشيات الدعم السريع المسؤولة عن الإبادة الجماعية في السودان لا تمتلك مصانع أسلحة، لكنها تمتلك طائرات بدون طيار، صواريخ، مركبات مدرعة، كلها تحمل علامة واحدة: صنع في الإمارات. ذخيرة إماراتية يا جماعة، ذخيرة إماراتية UAE كانت مع قوات الدعم السريع. كلها إماراتية، كلها إماراتية، كل الدنادي إماراتية كلها. تسعى الإمارات للسيطرة على موارد السودان الطبيعية، خاصة الذهب والأراضي الزراعية. ليس هذا فقط، بل تتعاون مع الموساد الإسرائيلي لنهب هذه الموارد. UAE's gold reserve rose 25% in the first 5 months of 2025. Coincidence? Absolutely not. So do you still want that Dubai vacation? Habibi, come to Dubai, they said. ستظل الإمارات في ذاكرة شعبنا رمزا للخيانة السياسية والانحراف الأخلاقي ووصمة عار لا تمحوها كل مساحيق التجميل ولا حملات العلاقات العامة.